أسفرت العملية عن إيقاف شخصين بحوزتهما ما مجموعه 20,000 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل أو ما يصطلح عليه ببولة حمراء، كما تم تحديد هوية المزودين والمستقبلين. هذه العملية تدخل ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي باشرتها هذه المصلحة، والتي تكللت بإيقاف مجموعة من المهربين من ضمنهم مواطنين جزائريين، حيث أمكن لهذه المصلحة من حجز ما يفوق 300 ألف قرص مهلوس من النوع ريفوتريل. التحريات التي بشرت مع مختلف المهربين وكما أسلفت من ضمنهم مواطنين جزائريين أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأن المصدر هذه المخدرات هو الجارة الجزائر. وقد تم ضبط السيارة التي كانت تستخدم في تهريب وإخفاء المواد المخدرة، هذا وما يزال التحقيق مفتوحا لتحديد باقي المتورطين في نشر هذه السموم التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا على أمن المجتمع. أمكن لهذه الفرقة من حجز كمية تناهز 20,000 قرص مخدر نوع ريفوتريل، والبحث جاري مع الأضناء من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه النازلة وإمكانية إيقاف باقي المشاركين، وسيتم تقديم الكل إلى النيابة العامة المختصة ترابيا فور الانتهاء من الإجراءات المسطرية. هذه الأقراص المهلوسة لا تنتج ولا تسوق داخل المغرب، حيث يتم إدخالها إلى تراب المملكة عن طريق شبكات التهريب، وهنا يبرز دور المصالح الأمنية لتعقب هذه الشبكات وتحديد المزودين والمستقبلين.